مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. في كل سنة مثل هالايام هي بنشوف الناس عم تحتفل بعيد اسمه الهالوين. بس كتير من الناس بتعتبر هذا العيد هو عبارة عن ساحرات وأشباح وأجواء مرعبة بين الأموات، وأهم من هذا كله اليقطينة. نحن بنعتبر هذا العيد هو عبارة عن أشباح وأموات والساحرين وأهم شيء اليقطينة. ما بنشوف غير هاي الأشياء في عيد الهالوين. طيب، ما سألتوا حالكم شو خص الجن والأرواح والأشباح في عيد الهالوين؟ وليش اصلا تسمى بهذا الاسم؟ ليش ضروري يكون الجو مرعب في عيد الهالوين؟ فاذا حابب تعرف القصة من شرشها ركز معي. اول ظهور لهذا العيد بدأ في العصور القديمة، وخصوصا بجزر اوروبا، او بالاصح يعني ما بدي اسمي لكم اياها جزر اوروبا مشان ما تفهموها المانيا او امريكا او هولندا او جذور هذا العيد بالتحديد من الشعوب الهندية والايرلندية والاستكلندية. وكان باعتقادهم انه العيد لازم يبدأ بفصل الشتاء، والشتاء عندهم هن بيعتبروه انه هو شتاء بارد قارس ومظلم لحتى يولد الرعب بقلوب العالم. ونعرف هذا اليوم باسم أمسية كل الأشباح يلي بيسبق يوم القديسيين في بداية شهر نوفمبر. لكن عيد الهالوين بدأت انطلاقته في الولايات المتحدة لما المهاجرين الإيرلنديين أحضروا الفكرة إلى أمريكا الشمالية في القرن التاسع عشر. وبدأت تتطور فكرة عيد الهالوين لما بدأوا الأطفال يلبسوا ألبسة مرعبة لإخافة الجيران كنوع من المزح والاحتفال. وهيك بلشت توصل فكرة الاحتفال لكبار السن في السنوات الأخيرة يلي نحن فيها هلأ، وهيك بيكون صار عيد يحتفل به الكبار والصغار والشبان والختارة والعزارة، وكل مين بيحتفل على طريقة مختلفة. وانتشر عيد الهالوين بكل أنحاء العالم، وهو العيد يلي عم تلبس الناس فيه ألبسة مضحكة ومخيفة يلي انتم عم تشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، لهلأ ما فهمنا ليش وجود الرعب في هذا العيد ضروري، وليش الناس بتلبس ألبسة مرعبة ومخيفة. انت لا تفكر فيها خالص ولا تعذب حالك، كل اللي عليك انك تشترك بقناة عمك لورانسو، وهو كفيل انه يعطيك المعلومة من شرشة ومن الاخر. طيب، اذا بدنا نعرف ليش وجود الرعب ضروري بهذا العيد بالتحديد، خلينا نرجع لتاريخ الشعوب اللي ذكرناها بالفيديو. بنكتشف انه كانوا يعتقدوا انه بيوم 31 اكتوبر كانت الارواح تطلع من القبور. وهذا الشيء والسبب الوحيد يلي خلى الناس تتنكر بألبسة مخيفة وتنكرية لحتى أرواح الموتى ما تتعرف على الأحياء. وكانوا يفكروا انه ضروري انهم يستخدموا نار لحتى يطردوا الأرواح مشان ما تستقر بالحيوانات وتأذي البشر. يعني هن كانوا مفكرين انه الارواح بتطلع بتتمشى وبتتجول وبتحاول انها ترجع للحياة مع الاحياء باي شكل من الاشكال. في هذا اليوم الارواح بتطلع من القبور محاولة منهم انه يرجعوا للحياة، هيك كان باعتقادهم. وبعد ما بلشت تظهر الديانات وتكذب الخرافات، صار الهالوين عبارة عن عيد
واحتفالات ومهرجانات. بس يلي بدي اسألكن عنه انا هو انه شو دخل اليقطينة بعيد الهالوين؟ هذا الشيء اللي بحثت عنه كتير وما قدرت افسره ولا عرفت شو جواب هذا السؤال. بدي جواب السؤال هذا منكم، وبدي رأيكم بالاحتفالات اللي عم تصير بالسعودية يلي بتخص عيد الهالوين بالتحديد، وليش السعودية عم تدعم الهالوين؟ لأنه الموضوع مهم كتير، والاحتفالات عم تصير بأرض الحرمين وبجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أشوفكم على خير في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.